يلا ان شاء الله ان شاء الله. يلا اهو خلاص. خدي نفس تاني. سلمى. سلمى اسم حلو. عارفة يا سلمى، عندنا في الصعيد الراجل من دوت لو جات له بنت بيبقى حزين، بيبقى عايز واد عشان يشيل اسمه. أنا النهارده وأنا بسجلك كنت هطير من الفرح، بس كنت خايف هسجلك باسم مين. معقول أبدأ حياتك بكذبة؟ كنت ماسك الكلام وبتلخبط لغاية ما قلت لنفسي يا واد انت اتولدت النهارده، يعني انا وانت توم، واللي فات ده ننساه يتمسح باستيكه. ربنا يقدرنا يا بنتي واعلمك احسن علام، واقف جنبك لغايه ما اسلمك لابن الحلال، واشيل عيالك زي ما انا شايلك كده، وابقى جد وجمال. بس اسمعي، ده سر بناتنا، سر. ها شكرا يا باشا. الله أكبر.
سيبيني يا بابا شويه بس، انا عندي شغل. ها نور عايزة تلعب، نور عايزة تلعب، نور عايزة حاضر تلعب. يا بابا حاضر، بس اما اخلص شغل. قول لي ظاهر. لسه مش موجود يا فندم، لا في النادي ولا في البيت. قول تاني معلش. بقول لسيادتك ان الامنا مستنيينه، اول ما يظهر هيشدوه على هنا. طب لو ما ظهرش لحد بالليل هنحرك الموضوع من نيابه. خليك مركز وفتح عينك، بلغني باي جديد. ايه اللي انت عملتيه ده؟ قلت لك مليون مره ما تقربيش للشغل بتاعي. مفيش سامعان كلام ولا ايه؟ في ايه يا هشام؟ في ايه؟ بص عملت ايه؟ بالراحة يا هشام، مش كده حبيبي. دي ديون العامة للنادي، للضرايب، للمحافظة، للهيئات. متهيألي ده أهم نتكلم فيه، عشان مش كل أعضاء الجمعية العمومية مهتمين بالكورة. لا، الكورة دي هي أهم حاجة للناس اللي قاعدة قدام التلفزيون. دول بيأثروا على دول، كده ولا كده. هو هيحاول يبعدك عن موضوع الكورة عشان دي نقطة ضعف. انت بقى تدخل من الأول فارد نفسك، وبعدين تبقى تتكلم على موضوع الفضايح ده براحتك. على فكرة، هو اتزنق في حكاية المناظرة دي لأن المذيع ما ادهوش أي فرصة إن هو يفلفص، بس كل حاجة في صالحنا. شغال مع فاروق جعفر أنا. ها؟ أنا مش عارف من غيرك كنت عملت إيه في النادي ده. بقول لك إيه، مش عايز تخرج النهاردة بالليل؟ نخرج فين؟ أي حتة بره المكتب أو البيت، بقالنا كتير ما خرجناش. ممكن. اوكي، هظبط واقول. بقول لك ايه؟ خلي الخروجه دي عليا انا.